الموافق 25 من شهر كانون الثاني لعام 2025. حركة السير والمرور حركة طبيعية مع بداية الدوام الرسمي وبداية أسبوع جديد، مباشرة باشرت واجباتها الاعتيادية بكافة تغطية ونواحي المحافظة. القطوعات لا توجد، الحوادث سجلنا خلال 24 ساعة الماضية حادثين منفصلين نتج عنهما وفيات عدد 2 ومصابين عدد 2 نتيجة عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وبالأخص الأسبقيات نتيجة خروج المركبات من شوارع فرعية إلى شوارع رئيسية دون الانتباه أو التأكد من خلو الشارع. مجمع تسجيل مركبات وإجازات السياقة مستمر باستقبال المراجعين بواقع وجبتين صباحية ومسائية لنقل ملكية المركبات وتسجيلها، وأيضا لمنح وتجديد إجازات السياقة. الوصايا والإرشادات التي نؤكد عليها يوميا هي الالتزام بالقوانين والأنظمة، وبالأخص الابتعاد عن قيادة المركبات بسرعة تزيد عن الذي حدده القانون، وكذلك يجب ربط نظام الأمان وعدم الانشغال بالنقال أثناء القيادة أو الحديث مع الركاب، مع ضرورة التأكد من شروط المتانة والأمان في المركبات. وكذلك يجب أن يكون هناك إمام من قبل سائقي المركبات بأسبقيات المرور للحفاظ على أرواح وممتلكات الجميع.